السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى وأجمل متابعين، على أحلى وأجمل خوات. النهاردة جاية لكم بأحلى وأجمل طبق بسارية. طبعا من عشاق البسارية يحضروا ويجمعوا ويجي يتفرجوا. يلا بينا بقى، هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا البسارية المقرمشة اللي ما شربتش معانا زيت ولا استهلكت معانا أي حاجة خالص، وطلعت بالحلاوة والجمال ده. أنا بسمعكم هنا القرمشة، بس المقطع بتاعت القرمشة بتاعتي دوت إيه طار. يلا مش مشكلة. هنا بقى انا هنا جبت البسله بتاعتي، في كبير وفي فيها صغير. هنا طبعا دي ما فيهاش مصارين اصلا زي ما انتم شايفينها كده، ودي اللي كان فيها مصارين شويه انا فتحتها ونضفتها، ودي اللي ما فيهاش مصارين اصلا صغننه زي ما بوريها لكم، ودي بقى برضو اللي لقيتها صغيره كده وما فيهاش مصارين قلت اوريها لكم، ودي اللي لقيتها مفتوحه شويه كبيره شويه فتحتها ونضفتها. يعني هي نصها كده بتلاقيها في منها كبير انا فتحته ونضفته، وفي صغنطوط خالص ما ينفعش انك تفتحيه، ما فيهاش حاجه عشان تتفتح. يلا بقى هنجيب هنا معانا بولة، طبق ازاز، خلينا بقى ايه القصادي احمدي ونقول طبق ازاز كده بالعربي. هنعصر فيه ليمونتين حلوين كده ايه ملزلزين. الليمون بتاعنا اليومين دول بقى مليان ميه، وبصراحه يا جماله يا جماله عايزين نخلل بقى ونعمل لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا بقى. هنا ايه، انا حطيت هنا حبه توم باودر، وهنا حبه ملح، وهنا معلقه كركم. مش معلقه، نص معلقه. ما تكتريش كركم عشان ما تبصيش تلاقيه اصفر جامد، يا دوبك نص معلقه. هنزل بقى هنا بحبة مية كده واقلبهم مع بعض. تمام كده. هقلب الملح بتاعي كده، انا عايزة الملح بتاعي يدوب. تمام كده. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تعملي اشتراك وتعملي اللايك، واهم حاجة اهم حاجة اللايك. وانتي بتتفرجي كده ما تسرحيش وتدوسي كده على لايك كده، وما تنسيش نفسك. هنا بقى نزلت بالدقيق بتاعي، لقيته تقيل فانا هنزل كمان بحبة مية عشان انا مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف. انا عايزه يدوبك احط البسارية بتاعتي ابص الاقيها طالعه فيها حاجات بسيطه. لو تقيله قوي هتبقى مكلكعه كده وهتبقى مليانه عجينه مش حلوه، ولو خفيفه هنبص نلاقي نفسنا قليناها كده من غير حاجه وخلاص. هنا طبعا دول معلقتين نشا. النشا اهم حاجه، لان النشا اللي بيخلي السمك معانا بجميع انواعه ما يشربش زيت. لما بنقلي اي حاجه فيها نشا ما بتشربش زيت. هنا حسيت ان انا المره اللي فاتت زودت حبه ميه، ورحت جيت بقى رحت مزوده حبه دقيق، بحس ان انا عايزه القوام ده، ولا خفيف ولا تقيل. هنزل هنا بحبه بسالية، مش هنزل بيهم كلهم، انا هنزل بحاجه بسيطه. وهبتدي اقلب التقليب كده، يا دوبك زق كده، يا دوبك ازق بس الزقه الصغننه دي، ما يمسكش عجينه لان دي اصلا ضعيفه وما فيهاش حاجه خالص. لو انا مسكت وقعدت اقلب بالمعلقه كده زي ما بقلب الطبيخ هبص الاقيها اتعجنت. لا، يا دوبك. انا طبعا كنت طلعت كام حطه، فاللون بتاع الكركم نزل في الزيت فلونه اصفر زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى يا جماعه لازم تنزلي بالواحده، اهم حاجه واحده واحده، تاتا تاتا تنزلي بالواحده. اوعي تلاقي نفسك تعبتي وزهقتي وكسلتي ورميتي كميه عشان تنجزي وتخلصي. البنات الزغنطاطين حبايب قلبي اللي ما بيحبوش يقفوا في المطبخ، لو وقفتي بوظتي الاكله. وانت لسه بادئه، طالما انتوا لسه مبتدئين لازم تطلعوا احلى حاجه، ولازم تطلعوا اكل جميل، ولازم تخلي بالكم بقى من التكات البسيطه الصغيره دي، لان التكات البسيطه الصغيره دي هي اللي هتظبط لكم الدنيا. وعايزينكم بقى يتقال عليكم شطار، مش تطلعوا من المطبخ بقى ايه مدين قفاكوا كده ومكشرين وزعلانين الاكل باظ منكم. لا، الحاجات البسيطه دي هي اللي بتفرق في الاكل. هنا بقى انا بقلب زي ما انتم شايفين كده، علشان لما بقلب واحط ايدي فيهم ابص الاقي كله ادى لون واحد. انا مش عايزه اقف جنبهم كده واطنش والاقي نفسي ما بقلبش، هلاقي حبه احمروا جامد وحبه لسه ما احمروش. لا، انا عايزه كله يديني اللون الذهبي شبه بعضه، مفيش واحده مختلفه عن التانية. فانا بقعد اقلب زي ما انتم شايفين كده التقليب بتاعي كده، بس بعد ما بتحطيها على النار بدقيقه كده، اول ما تلاقيها ايه استوت من تحت. يعني اهم حاجه تكون استوت من تحت شويه عشان ما تعجنش معايا، ما ينفعش اول ما احطها ابتدي اقلب، هتتهرى مني وهتعجن، لان ده السمك ده صغنن خالص كده ايه وضعيف. هنا بوريكم بقى اللون الذهبي الجميل ده. بصوا الجمال ده، قرمشه وريحه وطعم، بصراحه من الاخر. لا، من الاخر من الاخر من الاخر. مع حبه سلطه بقى، مع حبه رز صياديه، احلى واجمل غدوه. هعمل الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم، وبعد كده هوريكم بقى الجمال كله. هنا بقى كنت خلصت الكميه وقلت ايه اوريكم بقى وازغلل عينيكم.
ايه رايكم في الجمال ده؟ يعني بصراحة مالية السوق، والكيلو ب20 جنيه. بصراحة عملت وليمة، أحلى وأجمل غدا النهاردة. الكمية اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة عملت 20 جنيه بس، ولا أكتر ولا أقل. انزلي في أي مكان جنبك كده هتلاقيها مالية السوق، بصراحة تحفة. بألف هنا وشفا. باي باي يا حبايب قلبي.